حضرتك تنصح يعني اهالينا يدخلوا ولادهم مدارس حكوميه ولا مدارس خاصه؟ هو انا مش ضد، بالعكس. المدارس الحكوميه نرتقي بيها، ما فيش افضل من المدرسه الحكوميه. نعم. ما فيش افضل من باب الدوله. نعم. لان الدوله هي الاحرص على غرس منظومه القيم، نعم. بالذات في مجال التعليم. نعم. بالذات في مجال التعليم. انا اتربينا في المدارس الحكوميه رغم قله الامكانات، وكان ايامنا ما فيش امكانات، برضه كان في قدر من القناعه عند المعلم وعند الجميع، وكان نرضى بالقليل. نعم. هو النهارده انا عارف ان ظروف المدرس كذا وكذا، لكن شوف اللي بياكلوا في لحم الناس. لكن المدارس الحكوميه مع دعم المدارس الحكوميه نعم. بالذات في مجال التعليم يا سامح بيه، التعليم هو بناء الانسان. نعم. زيه زي الاعلام. الاستاذ فؤاد المهندس كان ليه برنامج زمان اللي هو كلمتين وبس. طبعا كان مره بيتكلم عن شكل المدارس النمطي اللي عباره عن كتل خرسانيه، مفيش ملاعب، مفيش اماكن خضراء، مفيش اماكن الطلاب يطلعوا الطاقه بتاعتهم المواهب بتاعتهم فيها. هل شكل المدارس الحكوميه الان ممكن يخرج لينا عباقره او علماء؟ سؤال، وايه اللي يمنع ان ده يتعمل؟ هي دي اراده. نعم. هي دي اراده. ده مطلوب رقم واحد، حاجه تتعمل. نعم. ان يكون التعليم هو مشروعنا القومي الاول. اذا فعلت ذلك فستنفذ ما تريد. يوم ما يبقى التعليم مشروع القومي الاول، نعم. وتخصص له، أو ارجع لكل تجارب التنميه. ما هو الناس بيقول لك انت بتتكلم في الموضوعات دي ليه؟ ارجع للتنميه. هي ماليزيا عملت التنميه بايه؟ بالتعليم. نعم. كوريا عملت التنميه بايه؟ نعم. بالتعليم. تعليم. الصين ونهضتها واستجاذبها الاستثمارات الاجنبيه في المقام الاول ايه؟ التعليم. نعم. انت بنيت انسان، بنيت تنميه. فالتعليم رقم واحد. مهما كنت هقول، تجربه محاتير محمد رهيبه جدا. في قضيه التعليم، وبالذات على فكره التعليم الفني. ده حقيقي. التعليم الفني والتعليم الصناعي هو ده اللي اسس لصناعات تيجي بقى على ماليزيا، وتقوم الصناعات الماليزيه، ونرى ماليزيا التي نراها. سنغافوره كذلك. الدكتور رضا عبد السلام لو وزير التعليم، ايه اول قرار ممكن ياخده علشان يطور العمليه التعليميه في مصر؟ هو مش قرار، لكن فكره يكون عندي استراتيجيه ان انا اوصل لكل بيت في مصر ان التعليم ده قضيتنا، نعم. وان احنا واخدين طريق لبناء تعليم صح. ايدك في ايدي، نعم. ايدينا في ايدين بعض. نعم. شوف، هخلي التبرعات نعم. والزكاه وكل شيء يروح لصندوق التعليم، نعم. وفي نفس الوقت هأضرب بيد من حديد على اي باب خلفي. نعم. وفي نفس الوقت هشتغل على زياده مرتبات المعلمين، ولكن بشروط. حضرتك مدرس، انت على راسي، مرتبك بيتراوح من ال 5000 لل 20000. طب ايه راي حضرتك ان يكون الراتب مقابل الانتاج؟ ما انا هكمل اهو. حدد لي تارجت كده. امال انا ونشتغل بقول عليه. ايه؟ ما هو ده اللي انا بقوله لحضرتك، من 5000 ل 20000. امتى هتاخد ال 20000 يا سامح؟ نعم. وامتى هتاخد ال 5000؟ نعم. ده مرتبط بالتارجت، نعم. الانتاجيه بتاعتك، نعم. مقاييس اداء. نعم. حضرتك كمعلم زي ما انت بتروح برنامج تدريبي يوزع عليك ورقه يقول لك ما رايك في الاستاذ اللي شرح، المدرب، تفاعله، فاتح مجال للتساؤل ولا لا، مدى استفادتك، تدي له كم من 10. وده معايير التقييم. في ضوء معايير التقييم دي حضرتك هتاخد ال 20 يا اما هتاخد ال5. وفي نفس الوقت اشد العقوبات لاي باب خلفي. وفي نفس الوقت اذا ما كنتش هتساعدني يا ولي امر عمرنا ما هنقوم المدرسه. انا هقدر بالطريقه دي اسخر واوجه كل الامكانات للتعليم. ده حقيقي. وبالتالي هزود مرتب المعلم. الطالب الضعيف هعمل له مجموعه في المدرسه، لان احنا بنتفاوت في قدراتنا. نعم. دايما ولو امكانياته لا تسمح ومهاراته لا تسمح نحطه في حاجه تانية يا باشا. انا بزود في قدراته بحيث انه برضه يكون في المكان اللي يلاقي نفسه فيه. ده حقيقي. ما هو كل يسر لما خلق له. لكن زي ما انا بقول، يوم ما يبقى التعليم قضيه امن قومي، وقضيتنا القوميه الاولى ومشروعنا القومي الاول، كلنا هنلتف حوالين هذا المشروع. ايه الدوله اللي الدكتور رضا عبد السلام نفسه ان مصر تبقى زيها في ملف التعليم؟ قولا واحدا تجربه ماليزيا انا مبهور بيها، لان انا درستها بعمق. انا عندي كوريا الجنوبيه وماليزيا الاثنين، عايز تتعلم من التجربتين، هم دول افضل تجربتين تتعلم منهم. سنغافوره لها وضعها الخاص شويه. انا مع تجربه كوريا الجنوبيه لانها طبعا احنا في الستينات كنا بادئين مع بعض. اه نفس تعداد السكان، نفس الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي. حصل في التوقيت ده. حاليا دلوقتي لما نيجي نعمل كومبير كده في جزئيه واحده بس، احنا كنا في الاولمبياد من ايام مصر خدت 3 ميداليات. مصر رايحه ببعثه
164 لاعب. لاعب صح. لاعب فعلا غير المدربين ده حقيقي. خدت ثلاث ميداليات بس. حضرتك كوريا الجنوبيه معاها 32 ميداليه صح. وعدد السكان بتاعها دلوقتي هو واسمع حد يتكلم امبارح عن الانجاز اللي حصل، ما اعرفش يتكلم على انجاز ايه. انجاز ايه اللي في البطوله دي؟ تاريخنا كله يا دكتور في الاولمبياد 9 ميداليات. التسعه دول لا هم 41 ميداليه بس طبعا من سنه 34. ده حقيقي. من ملايين الميداليات ولا قيمه لك لا وجود لك. التعليم بيفيد. بس تجربه كوريا انا هقول لحضرتك حاجه برضو عشان لان احنا في معركه وعي مع الناس. نعم. تجربه كوريا انا متفق معاك تماما وانا اخترتها هي وماليزيا. نعم. لكن تجربه كوريا كان فيها خصوصيه شويه اللي هي الدعم الامريكي، وهنا السياسه والاقتصاد. ده حقيقي. امريكا دعمت كوريا الجنوبيه نكايه في كوريا الشماليه والصين. ده حقيقي. بهدف تكون لها يد وتقويه عشان الولاء الكوري الجنوبي للمعسكر الغربي. فده بالدعم الامريكي لكوريا ساعد جدا، بالاضافه طبعا وفي المقام الاول اراده الكوريين ان هم يتقدموا. لكن انا عندي تجربه ماليزيا. القروض اللي احنا خدناها ده مش دعم. احنا خدنا حاجات كتير لكن مع الفساد لا. اصل تجربه كوريا كان فيها دوله ديمقراطيه ماشيه بديمقراطيه وشفافيه شوف كوريا هتلاقيها في احسن دول 10 في كل المؤشرات العالميه لانهم تحرروا من الحكم العسكري. من حاجات كتير. يعني اللي انا عايز اقوله فكره ان في ديمقراطيه. نعم. ومحاسبه ومساءله ودوله قانون. نعم. هي الفكره في ايه؟ نعم. على فكره انت ممكن تبقى متسلط ولكن في الحق. يعني انت ممكن تكون شديد في اقامه الحق. نعم. وفي اقامه العدل وان انت تقيم على العدل ما بين الناس. عمر بن الخطاب. نعم. لم يكن يعني من الناس اللي بيطبطب، لا كان حقيقي. فاروق ولهذا سمي بالفاروق. ده حقيقي. لكن انا بقول ما فيش شك ان دوله القانون بتحيي الامل والحلم والتنافس والكفاءات، وفي دوله القانون لن يتقدم الا الكفاءات. صح. شفنا ده حقيقي. شفنا مؤخرا مدارس جديده تكنولوجيه في مصر. شفنا مدرسه السويدي، شفنا مدرسه فريش، شفنا مدرسه غبور. في مدارس تكنولوجيه كتير حصلت في مصر. هل التعليم التكنولوجي او المدارس التكنولوجيه ممكن تحل الازمه الاقتصاديه اللي مصر بتعاني بيها الان؟ دي تجربه رائعه جدا. دي تجربه جميله جدا لانها وجدت من يرعاها. نعم. زي مثلا شركه العربي اللي عملت مدرسه كذا وشركه ما اعرفش كذا. ده حلو جدا، تجارب جميله جدا اللي هي ربط التعليم بالصناعه. نعم. ليه انت عارف هو عمل الكلام ده ليه يا بيه؟ نعم. لانه وجد ان التعليم الحكومي ما قدملوش حاجه. صحيح. صحيح. فهو بيقول تعال ادخل المدرسه عندي وهتطلع تتخرج تشتغل عندي. المواطن بيروح عشان فكره القمه المواطن بيروح المكان اللي يلاقي فيه دخل. ولازم تلاقي ناس بتقدم واسطه علشان يدخل مدرسه ما اعرفش شركه العرب مثلاً. مدرسه السويد او مدرسه العرب بيقدم واسطه. انا مكلمني ناس عشان مدرسه السويد. نعم. ليه يا عم ده هيطلع فن؟ ايوه ابني هيطلع فني ويشتغل في شركه السويد يا باشا. نعم. وياخد احسن مرتب. ده اللي نشتغل عليه. ازاي مثلا نربط التعليم في هذه المدارس بان انت هتتخرج وهتتاهل وان انت تطلع تشتغل في هذه الشركات. نعم. او في شركات بره، او ان احنا ناهلهم دول يروحوا المانيا. ما المانيا عايزه عماله فنيه اهو. نعم. انت عارف لو عملنا بروتوكول كوزاره ما كل عشان كده صدقني يوم ما كل واحد في وزارته وفي مكانه يعرف انه موظف عند هذا البلد وبيشتغل لخدمه هذا البلد وانه مش دين على هذا البلد، مش دين على حد. ده حقيقي. حضرتك في وزاره الخارجيه من ضمن مهامك اهو المانيا النهارده عايزه عماله فنيه، كانت طالبه 1,500,000 عامل فني. حصل ولا ما حصلش؟ طب ما احنا اهو بدل ما احنا سايبينهم سايقين توك توك ااهلهم بالتنسيق مع السفاره الالمانيه والحكومه الالمانيه يروح بدل ما يروح لكفيل يطلع عينيه وعينين اللي خلفوه. صح. يروح يشتغل في المانيا ويجيب بالدولار. هو احنا ودينا 5000 لليونان ودي حاجه مشكوره. انا عايز اقول حاجه. صح. انا بتكلم على ملايين الشباب اهو قاعدين سايقين توك توك. نستفاد. لوثنا الشارع ودمرنا الشباب ودمرنا المجتمع ومخدرات وجريمه وكل ما تتخيله بهذا المشهد. هل ده هو انت ده المجتمع اللي انت بتنتظره؟ يعني المشهد اللي حضرتك شايف في الشارع ده اللي احنا منتظرين البلد؟ لا. قابلني من فتره عنوان تقرير كده على احدى الصحف الاجنبيه ان نسبه التسرب من التعليم الثانوي في امريكا 40%. شدني العنوان في الحقيقه. دخلت معقوله يعني امريكا المتقدمه علميا في عندها تسرب من التعليم واصل لنسبه 40%. الثانوي 40%. لما بدات اقرا انبهرت جدا ان الطلاب دول بيتسربوا، ما بيروحوش المدارس ولا الامتحانات لانهم بيروحوا يشتغلوا في المدن والمصانع التكنولوجيه، يشتغلوا في بوردات كمبيوتر. أيوة. يشتغلوا في حاجات عشان خاطر يكسب يجي الدخل. فالطالب هناك مش بيتسرب عشان يقعد ولا يشتغل على توك توك، بيتسرب عشان يشتغل في مصانع تكنولوجيه. ايوه لان هناك البيئه مشجعه. صح. في نفس الوقت الثقافه نفسها هو مربي كل الاجانب بيربوا اولادهم من الصغر على انه يبقى منتج. نعم. زي ما اهالينا ربونا زمان. نعم.
الناس احيانا كانوا يقول لك انت طب والدك، ايوه ما هو ده اللي عمل البني ادم اللي قدامك ده، ان انا اشتغلت وانا عندي 6 سنين. لكن احنا النهارده في هذه الاجيال الحاليه ايه الاخبار؟ معظمنا سايب ابنه، ولا ما ينفعش، والهانم تقول له انت عايز الولد يتعب، ده انت بتكرهه، ده كلام فارغ. لازم اربي ابني على انه يبقى بني ادم منتج يسعى. عشان كده ثقافتهم لها دور، الثقافه هنا لها دور. انه من الصغر بيبدا يشتغل ويتحرك وينتج وبقى ويتعلم مهارات، ولا هذا ديك شيء. حضرتك وانت كنت طالب في دراسه الحقوق طلعت الاول على مستوى مصر في الحقوق، وخدت منحه، طلعت درست بره بعثه. هل احنا في مصر بنستفاد من اوائل الثانويه العامه؟ ده سؤال مهم. يعني لو جبنا اوائل الثانويه العامه على مدار ال 20 سنه اللي فاتوا، اخبارهم ايه؟ هم فين؟ صح. ما هي من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجينها، بدل ما احنا عمالين نحصر احدث الاغاني واغاني فلان الفلاني، واللي قاعدين في الساحل واللي قاعدين في الماحل، طيب ما نحصر الناس اللي هم بيبنوا وطن. يعني صحيح. الكفاءات دي اخبارها ايه؟ ونقيم ونشوف التجربه، طب ليه ده حصل؟ طب والدروب حصل ليه؟ طب لو كان في ناجحين، طب ازاي نستفيد من تجربتكم؟ طب انتوا دلوقتي بنيتوا مستقبل، طب ما تيجوا ما نقدمكم في لقاء مع سامح بحيث ان انتوا الناس تشوفوا وتعرفكم انتوا كنتوا فين ودلوقتي بقيتوا فين. صح. معايا؟ ما عندناش الكلام ده، مش فاضيين للكلام. سنه 76 على ما اتذكر الرئيس جمال عبد الناصر عمل مدرسه المتفوقين في مصر. هي كانت موجوده ليها فرع واحد بس موجود في القاهره، بعد كده بدات تكون موجوده في 3 محافظات اخرى. صحيح. التجربه دي هي موجوده حاليا دلوقتي شبيهه لتجربه المتفوقين في مدارس ستيم، ولكن هي بدعم من منحه امريكيه. صحيح. طب ليه احنا من مصر بقى ما نعملش حاجات زي ستيم؟ في حرب كبيره، ممكن حد يجي لحضرتك يقول لك توسط ليا ان اقدم لابني في ستيم. حصل كذا مره، تجربه ممتازه جدا. صحيح. الطالب بيروح هناك موجود انا دخلتها اسبوع كامل يا باشا. لا ده هم عايشين فيها وبدهم حاجات ومعامل وحاجات كده، واكل كويس، امكانيات لا اهتمام كبير جدا. طيب ما هو اصل المتفوق مش متفوق في ارقام الحساب. نعم. اصل ممكن اكون انا مش متفوق علميا في الرياضه في الهندسه، لكن انا عندي موهبه في رسم. نعم. اكون عندي موهبه في ان انا اقدر ابتكر. نعم. عندكم شاب اسمه ابراهيم حاليا دلوقتي بسم الله ما شاء الله، دلوقتي ما شاء الله ما معايا متواصل معاه، هو لسه في اعداديه انا بتواصل معاه فعلا. انت هتعلم ان انا كنت حتى من ايام المحافظه كنت عامل له الى الان. حضرتك رايته وشجعته والى الان ومعايا الى الان. انا من اعداديه وانا اعرفه. فادي نموذج اهو، ده النماذج اللي زي دي لما نلاقيها ما نهدمهاش، بنفخر بيه والله. ما هي دي النماذج اللي احنا محتاجين نرعاها. نعم. ما نسيبهاش تتهدم. نعم. ما نسيبهاش. على فكره ابراهيم معروض عليه حاجات في امريكا وفين. نعم. اخشى ان في يوم من الايام الشاب ده يختفي من هنا. نعم. هو حاليا دلوقتي بيدرس في معهد صيني ومتقدم جدا بصراحه يعني.